السلام عليكم يا أبطال، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا. خطة. أنا هديك النهاردة خطة 7 أيام، أسبوع، أخليك تخلص منهج ثانوية عامة كله في أسبوع. هتقول لي إزاي وبتتكلم إزاي؟ هقول لك اسمع للآخر. في الحلقة دي هقول لك إزاي فعلا تبدأ تخلص منهج ثانوية عامة كله في أسبوع واحد بس. أسبوع واحد بس هيخليك تلم أكبر جزء في المنهج الثانوية عامة، وهيخليك لو حاجة متراكمة عليك هتقدر تخلصها. الكيمياء العضوية الصعبة هخليك ازاي تخلصها. كل الكلام ده هقول لك ازاي كله تخلصه وتفهمه وتحفظه بإذن الله في الجدول ده. تعال نتكلم عن الجدول باختصار عشان ما نضيعش وقتكم ونبدأ نخش في الموضوع على طول. اول حاجه يا ابطال، 7 ايام هل تقدر تخلص منك ثانويه عامه؟ بالظبط، طبعا هتقدر تخلصه. انت بتخلص الماده كلها في يوم واحد قبل الامتحان، فبالتالي انت قدامك 7 ايام هتبدا تعمل تحدي مع نفسك. والتحدي ده انا هخليه كمان على جروب التليجرام كمان عشان كلنا نخش في التحدي ده ونحفز بعض باذن الله. طيب اول اسبوع طيب اول يوم هتبدا تعمل ايه؟ اول يوم انا عايزك تخلص الكيمياء العضويه كلها. ازاي بقى تخلصها كلها؟ هقول لك الطريقه اللي تخليك تخلص منهج الكيمياء العضويه كله بدون ما تحس ان انت تعبت فيه او ان انت ما فيش فاهمه او ان انت حفظته وبعد كده تنساه تاني. طب هتعمل ايه؟ انا شخصيا في الكيمياء العضويه كنت بستخدم استراتيجيه كويسه جدا جدا، يمكن ما فيش حد يتكلم عنها ابدا، ولكن الطريقه دي نفعت معايا بشكل كبير جدا جدا. وهي ان انا بقيت بكتب المعادلات باللغه العربيه. بقيت بكتب O2C باللغه العربيه، NO2 باللغه العربيه. اما اجي اكتب الصيغه، اكتب الصيغه تفاعل كذا مع كذا، مثلا تفاعل الكيمياء مع الفوسفات مع الماء، بكتبها واكتب الصيغه الرياضيه بتاعتها باللغه العربيه. ابدا اجيب كشكول لوحده كده واكتب كل المعادلات بالطريقه دي. والله العظيم والله العظيم كل ما اكتب الجزء في ساعتين بس بنهي العضويه كلها. انت قدامك 3 ساعات في اليوم او 4 ساعات تنهي جزء العضويه. انت وحظك بقى، لو انت فاهمها بشكل كويس هتبدا تخلصها كلها في 3 ساعات. لو انت محتاج لسه انك تحفظ المعادلات بشكل يعني لسه بادئ هتبدا تاخدها في 3 ساعات. هتفهم العضويه بشكل كويس جدا جدا. طيب بعد كده عايزك تبدا تحل امتحان شامل على الاحياء. تبدا تحل امتحان شامل على الاحياء بدون ما تذاكر. تبدا تحل امتحان شامل على الاحياء او اي ماده براحتك انت، انا سايب لك الاختيار ده. اي ماده تبدا تحل عليها امتحان شامل. واتمنى الاحياء، اتمنى العربي ما تخشش في الكيمياء والفيزياء، لان انا اقول لك ازاي تذاكرهم دلوقتي وازاي تراجع لهم دلوقتي. ولكن انا بتكلم عن المواد اللي مش محتاجه منك مجهود كبير، سواء العربي او سواء الاحياء. تبدا ان انت تحل امتحان شامل عليها. بعد كده يا بطل في اليوم ده، نفس اليوم نفسه، تبدا تذاكر اي ماده مش منضافه للمجموع. تبدا تذاكر اي ماده مش منضافه للمجموع. يبقى كده حصلت اليوم عندك، خلصت الكيمياء العضويه او خلصت 90% او 80% من الكيمياء العضويه، خلصت امتحان شامل. الامتحان الشامل ده بعد ما نهيته تبدا تشوف نقاط القوه ونقاط الضعف عندك ايه. تبدا تشوف امتحانات مثلا قديمه اخر السنه مثلا بتاعت الفاينل اللي فات، تبدا تذاكرها وتشوف نقاط الضعف عندك في اي شابتر في الكيمياء، اي شابتر عندك في العربي او في الاحياء. تبدا تذاكره في وقت تاني ولكن مش الوقت ده. يبقى انت اول يوم عندك حليت امتحان شامل، عرفت الاخطاء بتاعتك ايه في الامتحان وعرفت انت واقع في اي شابتر. هتبدا تذاكره في نفس اليوم. بس كده، مش عايزك تعمل اي حاجه تانية غير كده. بس صدقني هتبقى نايم ضميرك مرتاح جدا جدا. لان اغلب الطلبه حاليا اللي بتذاكر واللي بتجتهد واللي بتدح، لما تيجي تنام يا ترى انا ذاكرت صح؟ انا عايز استرجع المعلومات وانا نايم. تحس ان انت عايز تسترجع المعلومات كده، عقلك يقول لك المعلومات اللي انت ذاكرتها وانت نايم. مجرد ما حسيت ان انت دخلت على جزء مثلا ونسيته في عقلك عايز تفتكره، بتتجنن بشكل طبيعي. ولكن انت لما تبدا تبقى عارف نقاط القوه ونقاط الضعف عندك ايه. الشابتر الدعم والحركه والله في جزء ما عرفتش احله، ده انا نسيت الجزء ده، ارجع عليه وابدا اذاكره. يبقى احنا كده بنتكلم بطريقه صحيحه وبطريقه تخليك ان شاء الله باذن الله تذاكر صح. اهم حاجه تذاكر صح، مش اهم حاجه ان انت تدح وخلاص، تاخد عدد كبير جدا من المذاكره في الفاضي. فدي افضل طريقه تخليك ان شاء الله باذن الله تقدر ان انت تجتاز اي ماده عندك. طيب اليوم التاني يا بطل هبدا اعمل ايه؟ اسمع بقى. عندك الفيزياء، تبدا تحل امتحان شامل على الفيزياء وتبدا تراجع على اخر جزء واول جزء. تبدا تراجع على اول فصل واخر فصل. اول فصل واخر فصل دول دايما ممهولين. يعني انت في مجرد ما تخلص ثانويه عامه مجرد ما تبدا تراجع الماده،
بحسك بتبدا تهمل في اول جزء لانك حسيته ان هو سهل، واخر جزء بان انت واخده لسه قريب ومش محتاج مراجعه. فبالتالي الجزئين دول، اول شابتر واخر شابتر، مهمين جدا جدا. الفيزياء تذاكرها ازاي؟ كل ما تذاكر شابتر في قوانين تبدا تلخص القوانين عندك. ما تقولش انا هجيب ورقه المفاهيم في الامتحان هتجيلي، لا، والله العظيم لو انت مش مذاكر ورقه المفاهيم دي ومذاكر القوانين صح، والله هتخش الامتحان مع قدامك ورقه المفاهيم ما انت تبقى مذاكر ولا انت عارف اي حاجه. فمهم جدا جدا ان انت تبدا تلخص قوانين الفيزياء عندك. لو انت بتبدا في اول شابتر، لخص قانون اول شابتر، قانون الشابتر الاول التيار الكهربي وقانون كولوم وقانون الفولت والاميتر والكلام ده كله، تبدا تلخصه عندك. ده هيفيدك بشكل كبير جدا جدا. تمام. اليوم الثالث كذلك هتختار ماده وتبدا تذاكر ماده تانية، بس انت اما بتيجي تذاكر تحل امتحانات شامله وتبدا تشوف نقاط القوه عندك ونقاط الضعف عندك ايه، وهكذا الاسبوع كله تقسم المواد بقى براحتك. انا حبيت اقول لك الفكره اللي تخليك تمشي عليها، تبدا تحل امتحان كبير وتبدا تراجع على ماده اول شابتر فيها واخر شابتر فيها، والكلام ده كله يكون مسجله ومدونه عندك في كشكول وماشي عليه صح. هتيجي لاخر اسبوع والله العظيم هيكونك انت نهيت على الاقل 60% من المنهج كله. ربنا يوفقكم يا ابطال، وانا معاكم الفتره الجايه باذن الله اتكلم عن مذاكره اخر شهر في الثانويه العامه، وباذن الله هتفيدكم بشكل كبير جدا جدا. السلام عليكم.